السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أهم وآخر الأنباء اليوم الخميس 31/12/2020. كل عام وأنتم بخير. عاجل: أزمة كبرى، الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط. فشلت محاولات الصلح بين الزمالك والغاتي بنجامين أتشيمبون لاعب الفارس الأبيض السابق بسبب عدم حصول الأخير على باقي مستحقاته. وكان الزمالك قد أعلن فسخ التعاقد مع أتشيمبونج بالتراضي رغم مطالبة اللاعب بمستحقاته، لكن الغاتي قد قرر التصعيد ليحصل على حكم بالحصول على باقي مستحقاته المتأخرة، وأصبح مطالب بدفع مستحقات أتشيمبونج والمقدرة ب1,150,000 جنيه. وفي حال عدم تسديد نادي الزمالك مستحقات أتشيمبونج سيتم خصم 6 نقاط. وحقق الزمالك فوزا على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب برج العرب في ثالث جولات الدوري العام. الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية. يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للإعلان عن الصفقة الهجومية للمارد الأحمر المنتظر حسمها خلال الساعات القادمة بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء. وقالت مصادر بالأهلي أن الإعلان عن الصفقة سيكون غدا الجمعة أو بعد غد، بعد أن اقترب مسؤول الأهلي من حسم صفقة ويلتر بولاية مهاجم فريق الجونة. وأضافت أن اللاعب يعد هو ثالث المرشحين بعد سيرنو مهاجم صن داونز الذي تعثرت المفاوضات مع فريقه بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوبي أفريقي، بالإضافة لخروج لايا كودوجو من الحسابات بسبب راتبه السنوي. ويذكر أن الزمالك كان يسعى للحصول على خدمات بولاية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد المحتمل عن الفريق الأبيض. ونتابع: نقيب الصحفيين يوجه بعدم النشر عن الحالة الصحية للمواطنين بدون تقارير طبية معتمدة. وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية والإذاعية بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار. وأوضح نقيب الصحفيين في بيانه أنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية بدون توثيق، وبين عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم في وقتهم فيه جميعا أحوج ما يكونون إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله. ونتابع: بشروط التعليم تسمح للمعلمين بالحصول على إجازة بعد تعليق الدراسة. كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن موقف المعلمين من الذهاب إلى مقار عملهم بعد قرار تعليق حضور الطلاب للمدارس. وأكدت الوزارة في خطاب لها أنه بالإشارة لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا، وفي إطار ما تم إعلانه بمجلس الوزراء بشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد أجازة نصف العام، قررت الآتي: تفعيل القرار الخاص بالسماح للعمل من المنزل لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء. ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا. يمنح الموظف
المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه الوظيفة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاق هذه الأجازات. يمنح الموظف المخالط للمصاب بمرض معدي إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة. تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية. ونتابع البرهان. السودان يعيد نشر قوته على حدود إثيوبيا. أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش السوداني أعاد نشر قوته على حدود إثيوبيا. وقال البرهان حسب ما نقلت عنه فضائية العربية اليوم الخميس ما يحدث على حدود إثيوبيا هو إعادة انتشار للقوات السودانية داخل أراضيها. وأضاف أن التغيير في السياسة الدولية تجاه السودان سيفتح أمامنا آفاقا جديدة. وتابع سوف يظل التفاوض نهجا في علاقتنا مع إثيوبيا. وشهدت الحدود بين السودان وإثيوبيا معارك بين ميليشيات مدعومة إثيوبيا والجيش السوداني. ونتابع غدا قطع مياه الشرب عن 20 قرية في أسوان. أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بيانا اليوم الخميس حول قطع مياه الشرب غدا الجمعة عن 20 قرية بمركز قوم أنبو ونصر النوبة لمدة 24 ساعة. وجاء نص البيان نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسي قطر 700 ملي بجوار مزلقان كلبشة، وهو ما سيؤدي إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة. ويترتب على ذلك قطع المياه عن قرى الدكة، دهمت، قورطة، الملكي، مدينة كلبشة، مدينة نصر النوبة، الديوان، الجنينة والشباك، مصمص، أجزاء من نجع العرب، بريم، عنيبة، خريط الدر، تنقالة بمركز نصر النوبة، وقرى إقلية المنشية، الكاجوج، عمارات الصفوة والبشير، النجاجرة، غرب بمركز كوم أنبو. ويجري قطع المياه اعتبارا من الساعة 10 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة 10 من مساء بعد غدا السبت. وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة أو الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان. وبكده نكون قدمنا لكم أهم وآخر الأنباء في 31/12/2020. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.